هي انت بتعاني مع جوزك من الاهمال؟ احترمي الشنب وانت متجوزه وائل كفوري. بتعاني مع خطيبك من الغيره؟ اتطلقتي بسبب انك مسرفه وما عندكيش اي وعي لاداره المال؟ بتعاني مع دبدوبك بسبب اختلاف اهدافكم المستقبليه؟ او بتعاني من استنزاف عاطفي ومطلوب منك دايما انجاح العلاقه؟ او انتوا كلكم بتعانوا عشان عيونهم الزايغه اللي بتخليهم بره مع اي ست غيرك تتمناهم؟ ده نشيط جدا. بس هو معاكي بطة بلدي. يا مجدي مفيش مشكلة، ما كانش النهارده يبقى بكره. هو انا بقى اتقال لي الكلام ده؟ ولا مثلا انت من النوع اللي بتعاني من عدم التقدير؟ وطبعا انتوا كبنات انتوا مش ملايكة، بس انا قلت اخد رضاكم واجي على الرجالة معاكم واحاول افهم لكم شخصياتهم على قد ما اقدر. وطبعا ده مش ببلاش، انا بحب الفلوس قوي. ده عشان انتوا لما بترضوا على حد بتزودوه، فزودوا الدعم القناة. يلا اشتراك وكومنتات ومنشنة للاكسات، ولو انت كسولة وهتبوظ العلاقة بينا يبقى لايك. اطلب واتمنى. احسن والله ادور وراكم. تعالوا بقى نبدا مع بدايه السنه الجديده كده، نتكلم عنها شخصيه شخصيه، اللي هنقسمهم ل 12 شخصيه بناء على الابراج. فطبعا لو هو خرج من بره ال 12 شخصيه دول فالقناه غير مسؤوله عن اي ابديتس بعد ميعاد الحلقه. اختياراتي مدمره حياتي اختياراتي مدمره حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمره حياتي اختياراتي مدمره حياتي. وده ينفع قوي مع اللي بتعاني من قله الطموح والاهداف المستقبليه الغير واضحه، لانها مش هتعاني من المشكله دي معاه، واحيانا بيبقى معاه فلوس حلوه بسبب طموحه. ده راجل من ساعة ما بينزل من بطن أمه هو رئيس مجلس إدارة، ده غير إنه حنين شوية. بس استني، ده مش هينفع معاكي لو انت فرفوش أو بتحبي خناقات الهرمونات، لأن ده شخصيته تلاجة، يعني متشائم متصلب ودمه الخفيف ما بيطلعش غير مع أصحابه. وطبعا انا مش هسيبك كده، انا هديك استراتيجيات التعامل مع اهله. هو انت بتسمعي لاي حد ولا ايه؟ بس اولا ما تاخديش الامور بشكل شخصي، لان هو بارد، يعني اتصرفي معاه بنفس البرود بتاعه. ولو عاوزه بقى تتغلبي على حته متسلط، عامليه على اساس انه رادار اسرائيلي، ارمي له اهداف كاذبه في الاول، بمعنى اديله طلبات مش مهمه في الاول فيرفضها، بعدين قولي له على الطلب التاني اللي انت عايزاه، فهيبقى مضطر يوافق، ولا هو مش عايش عشان يرفض بس. وبالنسبة للبرج التاني ده بقى، ده ينفع مع الناس اللي خلقها ضيق أو بتحبه لماح أو نفسها تحسن الناس، لأن ده بيتولد في المعظم بمعدل ذكاء عالي، أو اللي بتحب الاحتواء لأنه بيمتلك جزء كبير من المشاعر الإنسانية. زمانك دلوقتي بتحس بإشراقة أمل، بس لا، ده شخصية تمردية ما بيحبش بنت خالته، منفصل ومستقل عنيد، والأهم من كل ده غير متوقع. ونخش بقى على البرج الثالث، وده فيرجن اعلى شويه من الدلو بسبب كاريزمته، ومتميز برومانسيته وانه حساس، عيل كده بيسمع عمرو دياب، وليه في الكلام الحلو وانه يحسسك بالمشاعر، فده حلو قوي للي خايفه انها تحس بالاهمال، فخلي ده التارجت بتاعك. بس عيوبه على طول بره الواقع مش معانا، فاي مشكله بيهرب من الواقع، ما بيحاولش الا قليل خالص. والبرج ده بقى ينفع قوي لو انت بتدور على صفات قليل انك تلاقيها، يعني لو انت مثلا عايشه في ميه البطيخ ومستنيه المحارب اللي يحارب عشانك، او تتجوزي واحد صعب او مستحيل انه يفرط فيكي لو حبك، فالعبي على مواليد برج الحمل بقى، ما يفلتوش من ايدك، لانه مغامر شجاع دايما متحمس. ولو انت بتحبي الشو فهيبقى معروف بشخصيته القياديه، بس للاسف عيوبه جايه في الموتور، يعني عيوب تخليكي تستعيني بصاحبتك الحربايه اللي اغلب قراراتها بالرفض، لأنه أناني في بعض قراراته وعدواني وعصبي باندفاعية. فوعي بقى عيونك تلمع وتفكريه حلو لخناقات الهرمونات. طب ممكن أقول حاجة؟ مع السلامة. والله كنت هقول الله يسلمك والله العظيم. ده حلو في حاجة واحدة، لو انت مشاكلك كتير فهو دايس ما تقلقيش. والبرج ده بقى من أهم صفاته الصبر، وده ميكس ما بين الحوت الرومانسي والجدي الطموح، وده مشاكله هتظهر جامدة مع الشخصية العنيدة، لأن هو شخصيته مش مرنة ومش بيقبل العند. وفي نفس الوقت ممكن ينفع مع اللي بتحب الفلوس، لأن شخصيته مادية وبيعرف يجيب الفلوس. والأهم من كل ده إنه ما بينطبقش عليه مثل جوزك على ما تربيه، لأنه مش بيتغير. بس في الأول وفي الآخر ده ضامن برجين، ده 3 في 1.
وده طبعا حبيب الملايين، اللي هو 2 من ايجابياته عيوب اصلا، وانه فضولي ومتحدث رغاي، يعني بيعرف يفتح مواضيع من الهوا، بس ذكي ومتعدد المواهب زي برج الدلو. وبرضه شخصية اجتماعية بس مش طول الوقت، لأنه أحيانا كتير بيفضل العزلة، بيبقى عنده بيات شتوي، فده ينفع مع الشخصية الاجتماعية بس نقي الوقت بتاع الخروجة عشان هو متقلب وسطحي ومتردد، فده ينفع قوي مع اللي بتحب عركة الهرمونات، انتوا الاتنين غير مستقرين أصلا. فاكرين الحوت؟ هو شبهه كده بس مختلف عنه في انه شخصية مؤثرة إلى حد ما، وده عيوبه انه اندفاعي مزاجي، يعني هتطلقي لو متعصب، وعلى طول عايش في الستينات كده، يعني مش معانا، يعني هو في الشوية اللي ممكن تسيبيه فيهم وتدخلي المطبخ ممكن دماغه ترجع للحلقة الأولى من أيام ثانوية عامة. ودي بقى شخصية الصفات القيادية، ثقة بالنفس عالية، مبدع، مش بخيل، ودي مواصفات ظابط مش ذوق. بس في اللي هتموت وتتجوز ظابط، أو اللي بتدور على الكاريزما بملقاط عشان تجري وراها. بس عيوبه خارج الصيانة، صعب يسامح لو خلصت معاه، بيحب دايما يشوف الاهتمام في عيون اللي حواليه، ولو ملقاش ده عندك يبقى انت مش مهتم، فده مش هينفع مع اللي بتشوف نفسها ان هي دايما اللي شايله العلاقه على كتافها، وده بقى هينفعك جدا لو انت شخصيه عمليه وعلميه. وجوزوني انا رقصوني انا لفوا بيا شمال ويمين. انتوا الاتنين مش هتتقابلوا غير في الاعياد، لان هو شخصيه علميه ومجتهد ومنظم والى حد كبير متفاهم. بس عيوبه تجيب روح من الارواح السفليه معاكم في الشقه، وهو انه على طول قلقان لدرجه ما تتوصفش ومهووس بالتفاصيل، ده غير ان في بعض الحالات صعب ارضاء، فده ينفع مع اللي بتكبر دماغك، يعني انت قلقان اقلق. دي شخصيه اجتماعيه بسبب دبلوماسيتها في الكلام، يعني لو انت بتحب اللي بياكل بعقلك حلاوه فده ما بيشبعش، ده غير برضه ان عنده جزء كبير رومانسي، بس عنده عيب في الشنطه، وان شخصيته اعتماديه دايما بيطلب، ممكن يعيش على قفاك عاد. ونخش على الكبير قوي، ونبدأ بالعيوب لأن بعد العيب الأول هيبقى إكس، وإنه شخصية متلاعبة ملهوش ماسكة ابن الكلب. سوري كنت فاكره برتقال. ده غير إنه غيور جدا، وأعلى درجات الانتقام بتلاقيها عنده، اللي هو أنا قبل ما أقتلك أنا هعمل وأعمل وأعمل ومش كفاية. بس في بعض المميزات، وإنه شغوف وذكي جدا، الذكاء ده اللي هو بيطلعه عليك في التلاعب، خلي بالك يعني. فطبعا انت اكيد ما يهمكيش ذكائه، انت مش بتدوري على محاسب هنا. ونخش على برج العظماء، وده البرج بتاعي يا جماعه، اللي هو من مميزاته شخصيه مرحه بكل المقاييس، دايما حر في التفكير، متفائل بنسبه كبيره، يعني عايش في ميه المخلل. بس عيوبه بقى تقيله بصراحه، وانه ما عندوش صبر نهائي، دايما متصربع، وما بيلتزمش احيانا كتيره بالخروجات والفسح والكلام ده، لان هو اصلا كائن ليلي، فلو انت عاوزاه مش هتلاقيه غير بالليل. يعني ما ينفعش معاه الشخصيه الاجتماعيه، بس تنفع معاه قوي الشخصيه اللي هتشجعه وهتطول بالها عليه. وطبعا في مقاييس تانية عشان تفهمي الشخصيه اللي قدامك، وانه مثلا اكيل ولا لا، وساعتها اشتراك لقنوات الطبخ على اليوتيوب، جيماوي ولا لا، وخليكي دكتورة تغذيه، متعصب كروي يشتمي في الزمالك، حتى لو هيكون زملكاوي هيجيب معاه برضه. يا خرابي يا مسمتي. وحياته الاجتماعيه بقى، صحابه كتير يبقى اجتماعي، وعقبال ما انت تخصصي وقت ليكي هيطلع عين امك، وبالمسايسه مش بالقفش، ونشوف انطوائي ولا لا، ونحدد من هنا هو هيبقى لازقه واقدر استحمله ولا لا. نص نص حلو ده، وخير الامور الوسط، ملوش في حاجه غير الشغل، يبقى إنا لله واليه راجعون. وطبعا ده غير الاختلافات الفرديه والتكوين بقى داخل الاسره. بس احنا مش هنقدر نقول حاجه غير ان في اشتراك عشان في حلقات تانية كتير جايه، ولايك عشان تدعموا الفيديو، وشير وتروقوا عليا بقى كده، عشان لسه في الحموات العقارب وازاي تتصرفي معاها. ولو انت او انت او انت وانت عاوزين موضوع معين اكتبوا في الكومنتات.